السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع كثير من الاستهزاء وكثير من السخرية في فريق نادي النصر. يا أخواني، نحن منذ نعومة أظفارنا ونحن كنا أشبال نلعب في ملاعب نادي النصر، تعلمنا الثقافة الكروية من هذا النادي العريق. تعرفنا على البرازيل من خلال هذا النادي العريق. في تلك الفترة كنا صغار، كنا عندنا جريدة أو نشرة كذي، هي جريدة تقريبا عبارة عن 4 صفحات أتذكر أنا، نبيعها بدرهمين على الجمهور اللي كان متواجد في مباراة البرازيل مع نادي النصر. فتعرفنا على برازيل وعلى الثقافة الكرة في هذه القارة اللي موجودة في هذا البعد المسافة، وتعلمنا عن الثقافة الكروية في بريطانيا من خلال أرسنال وليفربول، من خلال هذا النادي الشامخ. هذا النادي مر بمراحل كثيرة منذ التأسيس، لأن كان الهدف هو تجمع مجموعة من الشباب على أساس أنه يكونون بأعمال جميلة رائعة، بدلا من إيش؟ من يكون عندهم أوقات فراغ لأمور أخرى. وبالتالي هذا النادي نشأ، ومثل ما قلنا مر بمراحل كثيرة. اليوم هذا النادي العريق قد نشوفه نمر بأزمات أو بأزمة مختلفة في جميع النواحي، ولكن يبقى النصر نصر، يبقى هذا الفريق شامخ بتاريخه. اليوم عندما يقومون بعملية التمثيل أو يحطون مثلا أفلام للإمبراطورية الرومانية، صحيح الإمبراطورية الرومانية راحت، ولكن لا زالوا يتذكرون أمجاد هذه الإمبراطورية بحلوها ومرها. فأنا نصيحتي لكل نصراوي ونصيحتي لكل شخص يعشق هذه الفانيلة، نحن ما حبينا الفانيلة فقط عشان البطولات، لأن كنا نعرف نحن في تلك الفترة نادي النصر الثقافي الرياضي، فكان يدمج بين الثقافة وبين الرياضة. فبالتالي النادي هذا نادي عريق، نحن علينا أن ما نتخلى عن النادي. في درجة أولى هذا نادينا، في درجة ثانية هذا نادينا، في دوري المحترفين هذا نادينا. فبالتالي نحن اليوم مع هذا النادي، وعلى اللاعبين أن يتشبثون في هذا النادي مع هذه الفانيلة، ولا يجلسون يبرمجون نفسهم برمجة سلبية بأن والله نحن خلاص نحن هذا مصيرنا الهزيمة، وما يتم يدندن على مسامعكم أنكم بتنزلون، أنه أنتم في ذيل القائمة. خلك في ذيل القائمة، حاول بالإمكانيات اللي عندك، حاول تبرمج نفسك، حاول تتدرب صح، حاول تاخذ تعليمات من الجهاز الفني صح، حاول تكون متناسق مع نفسك ومع الجهاز الإداري والفني والطبي، وبالتالي برمج نفسك على الإيجاب. وأنا أعتقد أنك أنت بتحقق نتيجة إيجابية على الأقل، لو ما تكون في المراكز المتقدمة، على الأقل بتحقق نتيجة في ظل هذه الظروف اللي أنت تعيشها في هذه الفترة. فتحية حب لكل نصراوي غيور، تحية حب لجميع اللاعبين، تحية حب لمجلس للإدارة ولكل من له صلة بهذا النادي العريق. أتمنى لكم التوفيق والنجاح سدد، ولا تستسلمون. 35 40 ما له علاقة. هذه سبحان الله دول لها 4000 سنة، دول لها 4000 سنة ما حققت النتائج المرجوة مثل ما حققتها دولة الإمارات في 50 سنة. فبالتالي فترة طويلة ولا قصيرة، ترى هذه ما الفترة اللي أنت فيها عليك أن تجتهد، عليك أن
تمارس وبقوة عملك، وعليك أنك أنت تكرس جهودك بأنك أنت في نفس الوقت أنت تنمي نفسك وقدراتك، وأنك أنت حامل هذه الفانيلة، وفي نفس الوقت أنك أنت ترسل رسالة أيضا بأنك أنت لازلت باقي، خاصة اللعيبة الخبرة اللي موجودين الآن واللي يتوافدون على النادي الآن بتعاقدات جديدة. فأنا أتمنى أنكم أنتم ترفعون هذا الفانيلة، وترفعون من مقامكم أيضا كأنتم ما شاء الله أسماء عريقة ورائعة في هذا النادي إن شاء الله. وأنا أعتقد بغض النظر شو النتائج، نحن نؤمن بهذا الفريق، نؤمن بهذا النادي، بهذا الصرح الشامخ، بأنكم أنتم قادرون على أنك تتخطون هذه السلبيات اللي موجودة إذا كانت موجودة سلبيات، لكن لازلنا نحن معاكم قلبا وقالبا. أنا أتكلم عن نفسي، هذا النادي سيبقى نادي متربع في قلوبنا، هذا النادي له مكانه، فبالتالي عليكم أنتم تهتمون في نفسكم، وحاولوا أنكم أنتم تبذلون مجهود إضافي بحيث من التفكير وأيضا من التخطيط وأيضا من التعاون مع الجهات الثلاث. أي جهة فيها شوية نوع من علاقتك مو جيدة معها، لا ابني علاقة جديدة، أساس كل ما كانت العلاقات قوية بين الثلاث وبين نفسك بينك أنت وبين نفسك، وبينك أنت وبين الجهاز الإداري، وبينك وبين الجهاز الفني، وبينك وبين الجهاز الطبي، أنا أعتقد أنك أنت بتحقق النتيجة اللي أنت تتمناها واللي يتمناها الفريق. تحياتي لكل جمهور النصر العريق، تحياتي لكل عاشق نصراوي، عاشق الموج الأزرق، تحياتي لكم، وإن شاء الله دائما نلتقي لنرتقي إن شاء الله فكرا ونهجا. بوركتم وبورك مسعاكم، بارك الله في الجميع. السلام عليكم. نصراوي حتى النخاع.